اسعى وكده، اتعب وبتاع، سافر، انت لست شجره. انت مش مسافر ليه يا عم؟ ما تقوم تسافر في ايه؟ النهارده انا جاي لكم باقوى منحه في العالم. ايوه، ايوه، اقوى منحه في العالم. تخيل كده، منحه بتوفر لك المصاريف بتاعت الدراسه، السكن واللي شامل الاكل، راتب شهري كمان تصرف منه وتتفسح منه، وكمان تامين شامل على كل حاجه لو حصل لك اي حاجه هتتعالج في مستشفى الدوله مجانا. عندك حاجه اكتر من كده؟ يلا بقى عشان تقدم على المنحه التركيه. آه، مش هما بيقولوا لك كده برضو؟ شغل الحاجات اللي بتتكتب على اليوتيوب دي، وناس واقوى منحه ويلا وهوبا واشتغل، وده ما بتقبلش بشروط لغه، وانت قاعد ما تقدمش ليه؟ ما تسافر يا عم، في ايه؟ وكل هذا التهريج. عشان كده النهارده هنتكلم عن المنحه التركيه، كل حاجه ممكن تحتاج انك تعرفها، المميزات والسلبيات. فتابع معايا الفيديو ده للاخر، ويلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلي وحبايبي والمجتمع والناس، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بيتكلم عن المنحه التركيه. هنتكلم عن كل حاجه النهارده، عن الورقه اهي، الشروط، التقديم، الابلكيشن، كل حاجه. ولكن احب بس اوضح في البدايه انه الموضوع مش بالشكل الوردي وردي وردي اللي بيتقدم بيه واللي الناس بتعمل عليه الفيديوهات كتير، اللي هو لازم تيجي والمنحه و كل ده برضو ايه، افوره شويه. في ناس بتافور. طبعا المنحه التركيه منحه كويسه بالنسبه للمنح التانيه. يعني ممكن ما تبقاش احسن منحه في العالم ولا حاجه، عادي في منح تانية احسن، ولكن هي منحه كويسه. بتقدم فعلا راتب شهري، وبتعفيك من المصاريف الدراسيه، وبتقدم لك تامين شامل في علاج المستشفيات، يعني لو حصل لك اي مشكله وانت هنا، وكمان بتشمل السكن. لكن خليني برضو اقول لك الجانب التاني، انه الراتب ده مش راتب كبير ولا حاجه، ده راتب يعني يا دوب يعيش. وعلى حسب المدينه اللي انت بتروحها. انت بتروح طبعا في حوالي 80 مدينه في تركيا، كل مدينه فيها جامعه، فانت مش عارف انت بتروح فين. فعلى حسب المدينه اللي انت بتروحها بيتحدد على اساسها الراتب اللي انت بتاخده دوت هيكفيك ولا لا. ففي مدن انت ممكن تروحها ويطلع الراتب مش بيكفي، وهتحتاج ان اهلك يبعتوا لك فلوس من مصر. ممكن ما تبقاش فلوس كتير، لكن يعني ستيل الموضوع فيه ان الفلوس ممكن ما تكفكش، ممكن تحتاج تشتغل، ممكن ما تحتاجش. كل ده حاجات بتحددها المدينه اللي انت جاي لها، فيعني تاخد بالك وتدرس الموضوع كويس. الموضوع مش يلا ده فرصه ما تتعوضش ولا حاجه. ممكن يجي لك فرص تانية احسن، ممكن تقدم على منح تانية ويطلع الفرص فيها احسن. ولكن تظل المنحه التركيه منحه كويسه، واي حد يعني يتقابل في منحه انا بنصحه ان هو يجي. وخلينا نبتدي بسرعه عشان الفيديو ما يطولش، وهو طبعا الفيديو ده هيطول. فلو انت مش هتقدم على المنحه او مش مهتم بيها، اقفل الفيديو عادي. لو انت بقى هتقدم على المنحه فاسمع بقى الدقيقه الجايه دي، عشان دي مهمه، واللي هحدد على اساسها انت هتكمل ولا مش هتكمل. ايه الشروط؟ احنا عندنا الشروط لثلاث انواع. دلوقتي اللي قاعد بيتفرج عليا هيبقى واحد من ثلاثه: يا اما مخلص ثانويه عامه وهيقدم على البكالوريوس، يا اما مخلص بكالوريوس وهيقدم على الماجستير، يا اما مخلص ماجستير وهيقدم على الدكتوراه. فالشروط اللي لازم تعرفها عن البكالوريوس ان السن ما يكونش عدى 21 سنه. ممكن يبقى فاضل لك شهر على ال21 سنه ينفع تقدم، لكن اذا اكتمل ال21 سنه بيوم واحد خلاص انت كده مش من حقك تقدم في المنحه. تاني حاجه التقدير ما يقلش عن 75% في الثانويه العامه. المفروض ان هو يكون احسن من كده، يعني المفروض يزيد يعني. واللي بيقدم على تخصصات طبيه بقى، صيدله، طب اسنان، طب الحاجات دي، لازم يكون فوق 95%، ما ينفعش تحت 95%. وبشكل عام كده يعني ما اظنش ان انت هتبقى جايب 80% او 85% وهتتقبل في المنحه. يعني المفروض تبقى جايب اكتر من كده شويه، علشان يعني فرصك تبقى كويسه، لان الناس اللي هتقدم برضو من كل دول العالم اكيد هيبقوا جايبين مجاميع عاليه يعني. لكن لو انت اعلى من 75% فانت ليك الحق انك تقدم في المنحه، بغض النظر هتتقبل ولا لا، بس ليك الحق انك تقدم. لكن اللي سنه اكبر من 21 سنه اصلا ملفه مش هيتبص فيه، الملف هيترفض من قبل ما من اول يوم يعني ملوش معنى ان هو يقدم. الماجستير السن فيها لحد 30 سنه، احسن شويه. والتقدير لازم يكون 2.7، يعني جيد جدا، يعني جيد جدا، او اللي هي بالجي بي اي 2.7 بيحق له التقديم على منحه الماجستير. الدكتوراه ما فيهاش شروط كتير، هو بس السن يعني ما يكونش تجاوز 40 او 45 سنه، وما فيش حاجه اسمها تقدير بقى، انت مجرد ان انت عندك ماجستير فتقدر تقدم على الدكتوراه. لو انت اي شرط من الشروط دي مش منطبق عليك فاقفل الفيديو، مش هتستفيد اي حاجه من انت تكمل. اقفل الفيديو، اقفل الفيديو. ما تقفل الفيديو يا عم، انت فاتح ليه؟ نخش بقى على التقديم. لو عايز تقدم على المنحه هتفتح الموقع بتاعها، هحطه لك في وصف الفيديو، تركيا بورسلري. وهتملى الاول مجموعه بيانات، هتلاقي كده شكل على الشمال في مجموعه من البيانات هتملاها. هتلاقي زي ايه، زي معلوماتك الشخصيه، هتحط فيها طبعا شويه معلومات عنك وصوره الباسبور. ودي طبعا اول خطوه للي عايز يسافر، ان انت لازم تعمل باسبور. لو انت ما عندكش باسبور روح قدم وطلع باسبور دلوقتي، مش هتخسر حاجه. ومعلومات العيله دي هتحط فيها حاله الدخل بتاعك، طبعا دخل الاسره،
فطبعا حط يعني الدخل الحقيقي يعني، بس يكون ايه دخل قليل، لان انت اصلا لو معاك فلوس فالمنحه مش هتدي لك دعم. يعني الدعم ده للناس اللي مستحقه المنحه، وطبعا كلنا كمصريين نستحق المنحه ان شاء الله. بعد كده التعليم بتبتدي بتحط الشهادات بتاعتك. لو انت هتقدم على البكالوريوس فهتحط شهاده الاعداديه وشهاده الثانويه، ولو انت هتقدم على الماجستير فهتزود عليهم شهاده البكالوريوس والترانسكريبت او بيان الدرجات. الانجازات العلميه دي يعني لو نشرت اي ابحاث او شاركت في اي ابحاث او حتى مشروع التخرج بتاعك كان منشور فتقدر تحطه في الخانه دي. بعد كده خانه اللغات، اي لغه انت تعرفها بتحطها، وبتحط لو انت عندك اي شهاده تثبت ان انت عندك اي لغه بتضيفها في الخانه دي. بعد كده خانه العمل والخبرات اللي انت حصلت عليها قبل كده، اشتغلت فين، شركات، مصانع، اي حاجه اشتغلتها تقدر تضيفها. وبعد كده الشهادات الأكاديمية، الخانة دي مش إجبارية، ممكن تسكيب يعني ما تحطش فيها حاجة، ولكن طبعا لو حطيت بيبقى أحسن. الشهادات دي عبارة عن إيه؟ دي شهادات اللي بتستخدمها الجامعات التركية في قبول الطلبة العاديين، زي اليوس والسات اللي احنا اتكلمنا عنهم في الفيديو اللي فات. لو ما شفتوش ارجع الفيديو اللي فات. وبالنسبة لطلبة الدكتوراه في امتحان الجي ار اي، فلو انت عندك اي شهاده من دول امتحنتها بتضيفها في الخانه دي. بعد كده بتحط في اخر خانه الخبرات اللي بتعرفها عن تركيا. لو انت تعرف حد سافر تركيا قبل كده بتضيفه. لو انت سافرت تركيا قبل كده حتى لو ما بالسياحه بتكتب كل حاجه بتعرفها عن تركيا في الخانه دي. وبعد ما تملى كل البيانات دي، وهي بيانات طويله على فكره، مش قصيره يعني، ممكن تاخد معاك يومين 3. بعد ما بتخلص كل البيانات اللي بتكتبها هنا، بتبتدي تفتح ابلكيشن تقديم. يعني انت كل ده لسه ما قدمتش، انت كل ده بترفع بياناتك على الموقع، وبعد كده تعمل ابلكيشن تقديم على المنحه. ايه الابلكيشن بقى؟ بسم الله. ايه الابلكيشن بقى؟ بيقول لك يا سيدي، اول حاجه بتفتح لك ان انت بتوافق على الشروط والاحكام والبتاع ده، بتعمل علامه صح كده. اللي هي ايه بقى الشروط دي؟ ان هو انت عندك مرتب شهري وسكن وتامين صحي زي ما قلنا، وان انت ملتزم ان انت لازم تنجح كل سنه من غير ما تشيل مواد. ولو سقطت سنه المنحه بتبقى من حقها انها تقطع المنحه او تديك جزء منها بس، لان انت بتخالف شروط. انت المفروض واخد منحه عشان تذاكر وتنجح، فالمفروض انك تخلص في الموعد المحدد. فلو سقطت سنه مثلا في ناس بيقطعوا لهم نص المنحه، وفي ناس بيقطعوا لهم المنحه كلها على حسب الكليه بتاعتك. وبتلتزم ان انت اول سنه تحصل على اللغه اللي انت هتدرس بيها. طبعا اللي بياخدوا المنحه التركيه في الغالب لازم بياخدوا سنه دراسه اللغه التركيه في جامعات التومر. فانت ملتزم ان انت خلال السنه دي تحصل على شهاده اتقان اللغه التركيه. وكمان بتوافق على ان كل الاوراق اللي انت رفعتها على الموقع دي اوراق سليمه. ولو اتقبلت في المنحه ان شاء الله بتروح السفاره في الموعد الانترفيو، بتعرض عليهم الاوراق اللي انت رفعتها كلها عشان يتاكدوا انها اوراق سليمه مش مضروبه يعني، وهكذا. بعد كده بيفتحوا لك خانه الرغبات. انت بيكون حق ليك انك تملى 12 رغبه او 12 اختيار، 12 تنسيق. فانت بتختار الكليه والجامعه اللي انت عايز تروحها. فطبعا هنا النصيحه اللي ممكن ننصحك بيها انك تحط جامعات مش مشهوره في مدن مش مشهوره، فده بيزود فرصتك للقبول في المنحه. الا طبعا لو انت راجل يعني مقفل اللعبه زي ما بنقول، وعندك مجموعك عالي ومعاك ايلتس او تويفل ومعاك امتحان سات، يعني مظبط كل شروطك وانت اصلا جامد جدا يعني. ففي الحاله دي املى عن الرغبات اللي انت عايزها عادي، حط اي جامعه، حط اعلى جامعه موجوده براحتك. انما لو انت في شرط من الشروط او في يعني حاجه انت عارف ان انت مخسع فيها وعايز فرصتك تزيد في قبولك للمنحه، هتختار الجامعات اللي مش مشهوره، فده بيزود فرصتك للقبول. الخانه اللي بعد كده ان انت بتختار مكان الانترفيو. بيفتحوا لك الاماكن اللي فيها السفارات والقنصليات، فانت بتختار اقرب مكان للمدينه اللي انت عايش فيها. بعد كده بقى، ودي حاجه مهمه ركز معايا فيها، ان انت بتحتاج ترفع 3 خطابات توصيه. خطابات التوصيه دي انت مش بتكتبها، انت بتخلي ناس تكتبها. مين بقى الناس دي؟ لو انت بتقدم على بكالوريوس لسه وطالع من ثانويه عامه، فالثلاث خطابات توصيه دول يكونوا من 3 مدرسين، او ممكن 2 مدرسين ودكتور جامعه تعرفه. لو ما تعرفش يبقى 3 مدرسين تطلب منهم ان هم يكتبوا لك خطاب توصيه لدراسه البكالوريوس في الخارج، وهم يكتبوا لك الخطابات دي وانت تاخدها تحطها على الابلكيشن. لو انت بقى بتقدم على ماجستير، يبقى عندك حاجه من الاثنين، يا هتخلي ده 3 دكاتره جامعه يكتبوا لك الخطابات التوصيه، يا 3 مديرين انت اشتغلت معاهم بعد الكليه، ممكن مدير الشركه، صاحب الشركه، مدير المصنع، وهكذا. الاحسن طبعا ان انت تخليهم 3 دكاتره جامعه. لكن لو ما قدرتش تلاقي 3 دكاتره يكتبوا لك خطابات التوصيه، يبقى هتحاول تجيب خطابات من دكاتره الجامعه
ولو فشلت ان هم يبقوا 3 فتكمل بالمديرين بتوعك. بعد كده بقى خطاب النوايا. خطاب النوايا ده هينقسم برضو لحاجتين. اول حاجه الموتيفيشن ليتر، او الخطاب اللي انت بتقول فيه انت ليه عايز تحصل على المنحه دي، او انت هتستفيد ايه من ان انت تيجي تركيا وتدرس فيها، ايه المزايا اللي هتاخدها، ايه الحاجه اللي انت هتقدر تفيد بيها المجتمع بعد ما تخلص، وهكذا. يعني لو عملت سيرش الموتيفيشن ليتر، يعني هاو تو رايت موتيفيشن ليتر، هيطلع لك بالظبط ايه الحاجات اللي انت المفروض تعملها. ده كده للي بيقدموا على البكالوريوس. اللي بيقدم بقى على الماجستير او الدكتوراه لازم يحط مقترح بحثي. فمقترح البحث ده بقى بينقسم زيه زي أي بحث لعنوان، الملخص أو الابستراكت، الماتيريال والميثود، الأدوات بتاعتك اللي أنت هتستخدمها، التجربة إيه هي، الريزلتس، النتائج طبعا المتوقعة، مش النتائج يعني المتوقع إن النتائج تكون عاملة إزاي، الفايدة الأكاديمية من البحث دوت، إيه اللي هيقدمه البحث ده للمجتمع العلمي والتطبيقي. واخر حاجه بتحط الريسورسز او المصادر بتاعتك اللي انت اعتمدت عليها عشان تكتب البحث ده. طبعا لو حد يعني قرا ابحاث قبل كده هيبقى فاهم الترتيبه دي ماشيه ازاي. لو حد ما يعرفش، بتدخل تكتب المجال اللي انت عايز تشتغل فيه، المجال البحثي بتاعك، هيطلع لك فيه اوراق علميه. تختار اي ورقه تقراها كويس، تراجعها كويس، وبعدين تحاول تحط اضافات من عندك عليها، تشيل تحط يعني، وتعمل انت بحث خاص بيك، وتضيفه في الخانات اللي بتبقى مفتوحه، بيبقى مكتوب كل خانه مطلوب منها ايه، فانت بتاخد من البحث دوت وتحط في الخانات. لكن طبعا ما تاخدش البحث كوبي بيست، يعني عشان اكيد هيعرفوا. انت يعني بتستلهم الفكره من البحث ده، تعمل عليه شويه تعديلات، يعني مش لازم يبقى كتير، بس تعمل له تعديلات. وطبعا بالنسبه للبكالوريوس وحتى الماجستير والدكتوراه بتحط السي في، وبتكتب فيه بقى برضو انت ازاي اتعرفت على المنحه وليه عايز تقدم فيها، وتعرف ايه عن تركيا، وتعرف ايه عن الجامعه اللي انت مقدم فيها، وازاي ده هيفيدك لو جيت ودرست فيها، ايه اللي هتستفيده، ايه اللي هيتغير يعني في حياتك بعدها، وهكذا. بس ده كان الفيديو باختصار، ازاي تقدم والشروط وكل حاجه. لو في حاجه انا نسيتها او انت في حاجه عايز تعرفها ممكن تكتبها لي في التعليقات. الفيديو ده على بال ما هيتنشر هيكون باب التقديم السنه دي خلص، فانا يعني قلت بقى ايه، نعمل فيديو معانا سنه كامله عشان تقدم فيها. فانت قدامك دلوقتي فرصه، لو لسه ما قدمتش، قدامك لحد السنه الجايه تكون ظبطت الحاجات وعملت الشروط وبقيت يعني مؤهل ان انت تقدم على المنحه. نسيت حاجه، في حاجه نسيتها. لو انت خلصت البكالوريوس وعايز تقدم على ماجستير لكن تقديرك اقل من جيد جدا، اقل من 2.7، تقدر تاخد دبلوم لمده سنه، وبالدبلوم ده لو قدمت بيه هيتحسب لك ان البكالوريوس زائد الدبلوم يؤهلوك ان انت تدرس الماجستير. يعني ده بيعادل الشرط بتاع تقدير جيد جدا في البكالوريوس. فانت قدامك سنه بتعمل فيها دبلوم، وبتقدم بالدبلوم دوت زائد شهاده البكالوريوس، وتكون مؤهل للتقديم على منحه الماجستير. وبس كده، وشكرا لكم. ونقفل بقى.